سقفوا لها يا جماعه. في كل بيت بيجي عيد الفطر المبارك بيجيبوا الكحك والبسكوت والبتيفور من احسن اماكن في الدنيا وبيبقوا مبسوطين. الناس الغلابه اللي انا منهم واللي بحبهم اهل الحاره بيعملوا الكحك والبسكوت بطريقه تانية خالص. بيروحوا عند راجل طيب وست طيبه تديلهم العجينه وهم يقطعوا ويسووا. هنشوف النهارده بيقطعوا ازاي وبيعملوه على المكنه ازاي، ونشوف كمان بيسووا ازاي. تعالوا معايا. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ازيك يا عم الحاج؟ الحمد لله. عيد سعيد عليك يا رب. وانت اسعد. ايه الاجواء الحلوه دي والناس حواليك وفرحانين والاطفال؟ انا معاه بقالي 30 سنة هنا، ودول يعتبر زبايني من عمر تاني. اللي معهوش بيجي لك واللي معاه بيجي لك. اسألهم هم يردوا. شغال بقالك قد ايه يا حاج بقالي بقى؟ اكتر من 30 سنة. بتقعد كام ساعه في اليوم شغال؟ ممكن اقعد 18 ساعة 20 ساعة. 18 ساعه؟ يا عم والله ربنا يقويك يا رب. 18 ساعة و20 ساعة. ليه مش لابس جلافز في ايدك او عشان جوان؟ العجين طبعا ايدان سمنة وزيت والكلام ده، فطبعا لو انا لبست جونت في ايدي العجين هيلزق، فكده واخد بال حضرتك لازم كده اشتغل كده، ما اعرفش اشتغل بجوانت. الشغلانه دي بتعملها كل عيد، يا ترى بقيه السنه بتشتغل ايه؟ شغال في محل. شغال في محل؟ اه. يعني انت اصلا حلواني؟ اه، شغال في محل في شبرا الخيمه مخبز الشيماء. طب وايه الريحه الحلوه دي؟ شامم فانيليا وشامم سمنه ما بلدي. لازم الحاجات دي تخش يعني الريح والحاجات دي تخش في البسكوت. الناس اللي بتجيب من اي حته فايتها كتير، هنا بالسمنه البلدي والسعر على قد الايد. قول لي كيلو الكحك بكام بقى؟ عادي، لو انا بصنع الكعك ببيعه ب 100 جنيه. ب 100 جنيه؟ اه. ومعهوش بقى قال لك ب 80 توافق؟ عادي عادي. نفسك في ايه؟ نفسي ان ربنا يكرمني والحاجه بتاعتي ديت، ان انا يعني ربنا يقدرني واطلعها عمر. بتحبها؟ اه. لا انت ما فكرتش؟ لا والله. بالنسبه لك ايه يعني؟ بالنسبه لي نص عمري. انا هقول لك ايه، ده 30 سنه. لو عرض عليك تتجوز غيرها توافق ولا خايف تقول؟ اللي ملوش قديم ملوش جديد. طب قول لها كلمه بقى بمناسبه العيد. هي انا لو يعني نفسي اسعدها، واخد بال حضرتك، وربنا يقدرني واطلعها عمر. ده حقيقه يعني، مش بقولها كده لا. الراجل ده جامد قوي وطيب قوي وحنين. لا والله ده حقيقه. ادي الستات يا جماعه. معانا اللي ملوش قديم يا باشمهندس ملوش جديد. بيحب مراته قوي. ماشي معايا راجلين منهم متجوزين. ربنا يخليها لك ويا رب يسعدك. معايا بنتين. انت اسعد. كل سنه وانت طيب. طيب. الله يخليك. صحه والسلامه. مساء الفل يا حاجه. مساء النور. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الحلاوه دي؟ ربنا يبارك لك. عامله لنا ايه بقى النهارده؟ اللي انت عايزه. انت بتعملي كحك العيد والبسكوت. البسكوت المكنه دي غريبه على عيني، العادي ان انا بشوف مكن في البيوت صغير، لكن المكنه دي جديده يعني ولا هي بقى لها سنين هنا؟ لا بقى لها سنين. احكي لي بقى التجربه دي، بتعملوها بقى لكم كام سنه وبتعملوا ايه؟ بقى لنا يجي 30 سنه. بقى لنا يجي 30 سنه شغالين فيه. الستات بتجيب لكم العجينه وانتوا بتقطعوه ولا انتوا اللي بتعملوا لهم العجينه؟ احنا اللي بنعمل العجينه. احنا اللي بنعمل العجينه ونقطع البسكوت ونسويه. الناس اللي بتشوفنا دلوقتي يقعدوا تقولوا بتعمل بايديها، المفروض تلبس جلافز، المفروض ده هي ما ينفعش تلبس جلافز في ايديها عشان العجين هيلزق. تاني حاجه الاهالي هنا بقى لهم 30 سنه بياكلوا الكحك والبسكويت ده وهم راضيين وهم مبسوطين، فاللي بيشوفنا اما يقول كلمه حلوه ويصلي على سيدنا النبي، لكن التعليقات هم راضيين بالحاله دي والحاله دي مفرحاهم. لما الواحد يتشرف بمهنه ابوه وامه ويبقى ماشي يتباهى بيحس وقت الشغل ده انه في عيد. انا لما اساعد امي وابويا احس ان انا في عيد بجد، وعشان كده معانا الاستاذه اسراء، برحب بيك. اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيبه ويا رب عيد سعيد عليكي. وقولي لي انت بقالك قد ايه بتشتغلي الحاجات دي؟ بشتغل معاهم عادي، بقف معاهم بساعدهم. فخوره؟ طبعا. لما حد بيسالك باباك ومامتك بيشتغلوا ايه بتقولي لهم؟ بقول له بابايا بيعمل بسكويت وكحك وكده. ما شاء الله. قولي لي انت بتشتغلي كام ساعه في اليوم يا اسراء؟ انا مثلا بصحى الساعه 1 بقف معاهم لغايه ما انت لغايه حضرتك شفت كنا صاحيين لغايه امتى. ما شاء الله. حاسك فرحانه وانت بتعملي اجواء العيد؟ طبعا، عشان بساعد بابايا ومامتي. كلمة بتقوليها لباباكي ومامتك وتقولي لهم ايه؟ تحب تقولي لهم ايه؟ كان نفسك يعني تبقي في احسن حال وتريحيهم؟ كان نفسك تقولي لهم انا مبسوطة على تعبكم معايا؟ تقولي لهم إيه؟
والله انا لو في ايدي حاجه ان انا اقدمها لهم مش هقدر اغفلهم تعبهم معايا. كتر خيرهم جدا. اسراء اشطر بنت في مصر، ايديها ليها سحر الحرير، بتطلع العجينه عباره عن نواعم، حته ذهب وانت ماسكها طول الوقت بتعجن العجنه دي. ايديها لازم توجعها لانه مجهود رهيب، عدد ساعات كتير، ولكن هي فرحانه انها بتساعد اب وام علشان يخلوا الحياه تكمل بيها. هم دلوقتي بيعجنوا، قولي لي المكونات اللي انت حطيتيها دي ايه؟ حطيت سكر وسمنه وبيض، وهنحط بيبس، وبحط مثلا نشادر بدل العصير. بيبس بدل العصير ليه بقى؟ بيخلي اللقمه دايبه كده وحلوه. اسمعوا السر، المياه الغازيه في عجينه الكحك زي ما احنا شايفين، وبحط لها نشادر، وبحط لها بيكنج باودر وفانيليا، وبعمل الدقيق، وحسب بقى ما العجينه بقى عايزه معايا بيبس تاني بحط لها. ما بتستخسريش. لا، اهم حاجه اللقمه تطلع حلوه في ايدي. كلمه تقوليها لكل حبايبك اللي بيجوا ياخدوا منكم الكحك والبسكوت، تقولي لهم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. نفسك في ايه قبل ما امشي؟ استنى عمري عمر. الايه؟ أمي وابويا. نفسك تطلعيهم عمر. اه. اللهم امين يا رب، يحقق لكم كل اللي نفسكم فيه، وتطلعي امك وابوك العمره باذن الله. ان شاء الله مش كل سنة. محتاجين لاي حد خالص. ان شاء الله مش هتخليهم محتاجين لحد. لاي حد، لاي حد. اللي فيه الخير يقدمه ربنا. ربنا يبارك لك، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب. العيد احلى في كفر ابو جمعه، لسه في تفاصيل كتير، زغروطه بالفرحه، الجو حلو قوي هنا. صوروا الحاجه بقى وهي بتزغرط لنا. سقفوا لها يا جماعه. شوف الفرن اللي بيسووا فيه صاجات كتير لبلد بحالها، كفر ابو جمعه. السلام عليكم. عامل ايه؟ الحمد لله. تقف قدام المكنه من الصبح والفرن من بدري، انت بتعمل ايه بقى؟ احكي لي. بتسوي البسكوت تسوي البسكوت. طب قول لي بتشتغل كام ساعه في اليوم؟ وحسب الشغل يعني. ورينا كده واحده من اللي استوت كده، ده فرجنا. كده لسه مسويه من تحت. كده انت سويت تحت. اه. تعالى هنا قرب بقى مننا نشوف اللي استوى من تحت شكله ايه. ولا بونا انا اهوت. جواهر يا جماعه. اه. جواهر يا نواعم يا بسكوت. يا نواعم يا بسكوت انا جبت والجمال. الجزء ولفيته وسويت فوق ونزلته ايه مغزى ورينا السوا من بسم تحت. الله ده لسه الرحمن فاضل ايه الرحيم. الجزء اللي تحت ده. لسه اللي تحت بقى. اه. ده صنعه يا عم. اه. ولما بسوي تحت راح رافع فوق. ورينا اللي فوق بقى اللي متحمص ده. جواهر يا جماعه والله ما شاء الله عليك. الناس بتسوي الكيلو عندك بكام؟ الكيلو 15 جنيه. 15 جنيه بس. عمايله بتسويق. عمايل وتسويته 15 جنيه الكيلو كله. اه. ده معنى كده يا جماعه ان الواحد ب 100 جنيه ينفع نعيد نعمل حته عجينه صغيره، وب 100 جنيه ب 15 كيلو، 15 جنيه كيلو ده ولا حاجه، يعني ب 200 جنيه الناس هنا جابت كحك العيد. مظبوط؟ ب 200 جنيه نقدر نبقى عندنا هو كحك. حسب الناس يعني ظروفها وكده ماشيين بقى ايه حسب اللي عايز كيلو 2 كيلو، في اللي بيعمل 5، في اللي بيعمل 7. واللي معهوش بيعمل ايه؟ على الله يعني ما بدقش بتساعدوه؟ حد. اه. هي البلد كلها واحد يعني بنحس ببعض. بص الناس بقى ولاد البلد هنا كفر ابو جمعه في القليوبيه، الناس بتحس ببعض، اللي معاه يدي اللي ما معهوش، المهم ان كل البيوت بيبقى فيها كحك وبس. كله بيتراضى. محدش بينام من غير عشاء، كله الحمد لله يعني انه بيتراضى.